السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنعمل مع بعض فيديو صغنن كده. هندمس الفول، وبرده بنفس النظام اللي هي سلسلة طبخة وتفريزة. آه احنا الفول اللي معانا ده نص كيلو فول. احنا كل اسبوع من هنا لحد رمضان عندنا حوالي 4 اسابيع. لو كل اسبوع جبتي فيه نص كيلو فول ب15 جنيه، لان كيلو الفول ب30 جنيه. لو جبتي نص كيلو فول ب15 جنيه، هتعملي من هنا لحد رمضان هتدمسي حوالي 2 كيلو فول وهتفرزنيهم. تمام كده يا ولد؟ انا معايا نص كيلو منقياه طبعا ومنقياه كويس. هناخده نغسله، وطبعا هنحطه في الدماسه الحلوه العسل دي وهننقعه. انقعيه زي ما انت عايزه. انا بنقعه من الصبح، سوري، من بالليل لحد الصبح حوالي 12 ساعه. تمام كده. انا كده هنا كنت خلاص تاني يوم غسلته ونقعته بالليل، واحنا هنا كده كنا الصبح هبتدي ان انا اولع عليه. انا ما بحبش احط عليه موضوع البيكنج صودا والحاجات دي، ما جربتش بيه. انا بنقعه وبغسله وبنقعه وبسويه بالطريقه العاديه بتاعتنا خالص. انا طبعا هنا بعد ما حطيته على العين الكبيره غلي غلوتين، حطيته على العين الصغيره لحد ما ابتدى كده الفوله تفتح، وهنزل عليه بالاضافات. معايا جزرايه وطماطمايه، ومعايا عدس. العدس بالظبط انا جايبه ربع كيلو عدس اصفر. الربع كيلو العدس الاصفر ده ممكن تعمليه على 3 تنصاص او على نصين، على حسب. لو انت مش عايزه فيه العدس كتير اعملي الربع كيلو على 3 تنصاص بس. هو حلو قوي ان الربع كيلو يبقى على نصين، كل تدميسه لوحدها طبعا. تمام كده. دي الاضافات اللي انا حطيتها. حد بقى يجي يقول لي ايه الفول بعد ما بندوسه بيسود، او شكله مش عارفه بيبقى شكله عامل ازاي. هقول لكم على طريقه بعد ما تدمسي الفول خالص تخليها على نفس لونه من اول تدميسه لحد اخر فلايه في قلب القدره. هيفضل نفس الشكل ونفس اللون، مش هيتغير ابدا ابدا، مش هيسود ابدا ولا هيغمق. تمام كده. احنا هنا طبعا ابتدينا ايه ان احنا نقلب فيه، وخلاص هو فاضل له غلوتين 3 والموضوع ايه هينتهي. طبعا هو كل ما بينقص احنا بنزوده ميه سخنه. الفول مش بيزيد ميه ساقعه من الحنفيه يعني، لا. عندك كاتل بتسخني، ما عندكيش كاتل عندك براد بتسخني وتضيفي فيه. طبعا لونه زي ما انتم شايفينه في منتهى الجمال. بصوا شكله. وطبعا الفوله شكلها حلو جدا، وانا ما كنتش عارفه ادوس على الفوله لاني انا مصوراه وانا ماسكه الموبايل في ايدي. دي بقى التكه اللي هتخلي الفول من اول فوله لحد اخر فوله نفس اللون. نص ليمونه على النص كيلو، بتعصري نص الليمونه وبتقلبيه كويس جدا، وخلاص بتحطيه بقى في التلاجة، او هتبتدي هتفرزنيه. ده لو هتاكليه بتحطيه في التلاجة، تاخدي منه بمعلقه نضيفه في طبق نضيف. تمام كده. هيبرد وهتفرزنيه، هتحطيه تعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. هنا انا عملت منه طبق علشان خاطر تشوفوه. بصوا شكله، وبصي بتدوسي عليه يعني هو مستوي على الاخر. طعمه وشكله وريحته كانوا جنان حقيقي. بتحطي طبعا في الكيس اللي انت عايزاه، بس انا طبعا كنت بسوي ليا الاول للبيت، والاسبوع الجاي ابتدي اسوي لل لرمضان. بس حبيت ان انا اسوي نص كيلو فقط. النص كيلو بيقعدني حوالي بالكتير 10 ايام، وطبعا ده حلو جدا. اقل مطعم عندنا في المكان اللي انا ساكنه فيه بيبيع علبه كده بلاستيك صغنونه ب15 جنيه، ما عندوش اقل من كده. يا رب الطريقه والفكره تكون عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب.